النهارده عندنا فيديو مخصص للي رايحين اولى جامعه، يعني لو انت مش اولى جامعه ما تتفرجش على الفيديو. لما تتفرجوا على الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. لو انت اول مره تتفرج عليا اعمل سبسكرايب وفعل جرس الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش برضه تحطوا لايك وكومنت الفيديو اللي جاي يكون عن ايه. صباح الخير او مساء الخير على حسب مش عارفه اعمل فيديو. 2000 years later. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ زي ما قلت لكم كده الفيديو ده للناس اللي داخله اولى جامعه سواء ولاد او بنات. لازم تشوفوا الفيديو ده، هقول لكم على اهم 10 نصايح تدخلوا بيها الجامعه، ولو ما كنتش سمعتها من اي حد فعبد لله هتقول لك على كل حاجه تعملها فيها اول يوم من الجامعه. كملوا الفيديو عشان تعرفوا النصايح كلها. طيب النهارده انا كمثلا لسه مخلصه ثانويه عامه، لازم اكون عارفه ومتاكده ان في فرق ما بين الثانويه العامه والجامعه. ثانويه عامه خلاص مشيت والحمد لله، ايا كان مجموعك ايه، ايا كان جبت كليه ايه، ايا كان جامعتك فين، حتى لو دخلت معاها. فانا جايه النهارده عشان اقول لك ما تقلقش، ما تزعلش على اي حاجه. في الجامعه لازم تكون واثق من نفسك، لازم تكون عندك قدره ان انت تتعرف على ناس كتير قوي، لازم تكون كمان عندك قدرة ان انت تبقى شخص اجتماعي. دي اول حاجة، ان انت تبقى شخص اجتماعي عندك قبول جدا في المعاملة مع الناس، لان انت لو دخلت للناس اول انطباع عامة هما بياخدوا اول انطباع عنك. لو انت دخلت مكشر متضايق خايف متوتر هيعرفوا ان انت كده، فخليك زي ما انت عادي على طبيعتك كأنك داخل بيتك التاني، لان الجامعة دي مش هتقضي فيها سنة ولا 2، انت هتقضي فيها 4 سنين. تاني نصيحة هقولها لك ان انت لازم تكون عارف حد اكبر منك في المكان اللي انت هتدخله سواء كان جامعة او معهد. لازم تبقى عارف حد اكبر منك بشوية، يعني انت مثلا في اولى او انتي في اولى لازم تتعرفي على بنت اكبر منك بسنتين. هقول لكم ليه دلوقتي، لان انت لازم تبقى عارف هتعمل ايه اول يوم، فبتحتاج حد طبعا يقول لك هتعمل ايه. لازم تبقى عارف كليتك بتتكلم عن ايه، لازم تبقى عارف برضو مكانك سكشنك. طبعا هقول لك يعني ايه سكشن وكل الكلام ده قدام شويه. خلينا دلوقتي في اللي احنا بنقوله، ان انت لازم تبقى عارف حد اكبر منك. طيب انا لو مش عارفه حد لازم احاول ابان اجتماعيه، حتى لو انا عندي فوبيا من ان انا اقرب من حد، اتكلم مع حد لا يكسفني. الكلام ده كله انا كنت كده والله. انا دلوقتي طلعت جامعه وبقول لك ان الكلام ده مش موجود اصلا. الجامعه جميله جدا، فيها ناس عقلهم كبير جدا بيبقوا عارفين ومقدرين كويس قوي ان انت في اولى جامعه طبعا خايف متوتر. كل حاجه هما بيبقوا عارفينها من اول ما يشوفوا وشك اصلا. فما تقلقش وسيبها على ربنا، وربنا صدقني بيسخر لك الناس اللي انت هتقابلهم. انا اول يوم جامعه كنت خايفه جدا ومتوتره، كنت مكسوفه جدا، ما كنتش عارفه اي حد خالص. جامعه يعني حاجه جديده جدا عليا. اول ما دخلت بجد تاني يوم بالظبط كنت عارفه نص السكشن، مش من ان انا اجتماعيه او كده، لا دي بتبقى حاجه من عند ربنا. ثالث حاجه اقولها لك بقى ان انت لازم تبقى واثق من نفسك، لازم تبقى عارف انت مين او انت مين. مش قصدي ان انت تتجرف نفسك، لا بس انت ما تزعلش مني في اللي انا هقوله. زي ما في الحلو في الوحش، فاحنا بنشوف هناك كل الفئات وكل الاشكال وكل البيئات. يعني ممكن نلاقي ناس مش نفس تربيتنا، مش نفس اخلاقنا، مش نفس كلامنا واسلوبنا، يعني قليل قوي لو لقينا ناس شبهنا بامانه. يعني انا بكلمكم بصراحه، بس هتلاقوا. بس انا بقول لكم ان الفئه الاكتر بتبقى الفئه اللي هي مش بتاعه مذاكره، مش بتاعه حضور، مش بتاعه انت ركز هتلاقي مين شبهك. ما تصاحبش حد مش شبهك ابدا. يعني اهم حاجه ممكن تطلع بيها بالفيديو ده ان انت تصاحب حد شبهك. اقول لك ليه دلوقتي، لان انت لو صاحبت حد مش شبهك بالتالي هتبقى عايز تبقى زيه عشان تصاحبه، عشان انت مش لاقي حد غيره. فطبعا اللي مش شبهك ده هيكون مش بيحضر، مش بيحط حوار الامتحانات ده في دماغه، والكلام ده ممكن فعلا يضرك كتير قوي او يضرك. خامس نصيحه، اهم حاجه ليكي كبنت تبقي واثقه جدا 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 ان ربنا بيسخر لك كل حاجه انت بتعمليها. يعني انت لو دخلتي الجامعه ولقيتي ان الدنيا سهله، دي حاجه كبيره جدا من عند ربنا. في ناس بتدخل الجامعه وبتتخرج منها ولا بتبقى عارفه اي حد. فلو انت دخلتي اول يوم تعرفتي على ناس كويسه ومحترمه وشاطره وكل الكلام ده، لازم طبعا تحمدي ربنا. فزي ما انا بقول لكم او اي حد بيتفرج على الفيديو ده، لازم زي ما قلت لكم كده تطلعوا بشخص يكون بيحضر، صاحب يعني يديكي حاجه ايجابيه، مش صاحب ابدا يخليكي تقعدي على الكافتيريا على طول. واحده تقول لك يا ستي هنبقى نعوض، لا مش هنبقى نعوض خالص، لان دي مش ثانويه عامه ولا مدرسه. خلاص انتوا وصلتوا لمرحله اكبر، فلازم نكبر شويه ونعرف ان ده اللي هيحدد مستقبلنا كمان 4 سنين لو لينا عمر. ثالث نصيحه بقى وعايزه اقولها لك،
السكشن والمجموعه والفئه وكل الكلام ده انا هقول لكم دلوقتي. بيبقى في فرق ما بين الجامعه والكليه. انا مثلا في جامعه القاهره كليه اداب مثلا، في فرق. الجامعه دي زي المدرسه والكليه دي زي الفصل. يعني انت لما حد يقول لك مثلا وانت في المدرسه، في مدرسه ايه؟ تقول له انا في مدرسه كذا كذا. طيب فصلك كام؟ تقول له 3 4 5. فهي دي الكليه بالظبط. انت في جامعه ايه؟ انا في جامعه القاهره في كليه اداب. سكشن كام؟ سكشن كام دي زي مثلا الكلاس بتاعك. يعني انا سكشن 7. فهمتوا؟ فبيبقى في فرق طبعا ما بين الجامعه والكليه والسكشن. دي اول حاجه فهمتها. كمان بيبقى عندنا مجموعه، يعني على حسب اسمك، على حسب حرف الابجدي بتاعك الف بتتحط مع مجموعه الف. طبعا كل ده بيبقى جاي لك من رقم الجلوس والكلام ده كله اللي بيبقى في النتيجه. فبتبقى عارف شايف انت هتبقى مجموعه كام، سكشن كام، رقم جلوسك كام. كل ده بيبقى موجود، وبتلاقي طبعا مكانك موجود. فما تتوترش ابدا ابدا لما بيبقى فيه كده زحمه اول يوم توتر وانا هقعد فين والكلام ده. انت اوريدي اصلا مكانك موجود في السكشن بتاعك، بس هي بتبقى عايزه شويه تدوير وتعب شويه. تامن وتاسع نصيحه مرتبطين ببعض قوي. هي ان انت لازم تبقى عارف واثق ان انت هتقدر في المكان اللي انت اتحطيت فيه، لان ربنا مش هيحطك ابدا في مكان انت مش قده. يعني لو انت مثلا كنت علمي، كنت ادبي ودخلت كليه العكس ان انت كنت عايز تدخلها، خليك واثق ومتاكد ان ربنا حطك في المكان ده عشان انت هتقدر تعمله وهتقدر تأدي فيه كل الحاجات اللي انت هتقدر تكسر بيها الدنيا. فما تتوترش، ما تزعليش، ولا اي حاجه تحصل تهزك ان انت مش تقدر في المكان اللي ربنا حطك فيه. لا بالعكس، ده انت هتبدع اكتر من اللي انت كنت هتبقى فيه. يعني المكان اللي ربنا حطك فيه هتبدع فيه اكتر من اللي انت كنت عايز انت تبقى فيه. فاهمني؟ فما تزعلوش ابدا من اي حاجه ربنا بيعملها بجد خير جدا. اخر نصيحه للشخص اللي بيخاف من الناس، للشخص اللي مش بيحب يتعرف على حد، للشخص اللي عنده عقده عامه من ان هو يتعرف على حد جديد في حياته. الجامعه مش عايزه كده خالص. يعني حتى لو انت كنت كده فانت اوريدي هتتغير وهتتعرف على ناس يخلوك تخرج من اللي انت كنت فيه. طبعا انت بتبقى خارج من الثانويه العامه مصدوم في اي حاجه، خايف من اللي جاي. فاحب اقول لك في اخر نصيحه خالص، ما تقلقش وما تتوترش. ربنا كبير جدا ومعاك في اي مكان انت تكون فيه، حتى لو كنت لوحدك، حتى لو كنت عارف ناس كتير، ربنا بيبقى مستقر لك كل حاجه انت عايزها. فما تقلقوش، وان شاء الله اولى جامعه هيبقى اول يوم فيها سعاده وكل حاجه حلوه وتفرحوا فيها وتحمدوا ربنا. طبعا اهم حاجه ان انتوا تحمدوا ربنا على المكان اللي انتوا دخلتوا فيه، وتسموا الله كده في اول يوم جامعه وتبداوا اليوم جميل. وان شاء الله هو اليوم هيعدي بسرعه جدا. عامه ال4 سنين بتوع الجامعه هيعدوا هوا، فانت استغلهم صح، استغلهم بطريقه كويسه، واعمل ذكرى حلوه هناك، واعمل لك اسم هناك كويس، كل الناس عارفينك او عارفينك بطريقه كويسه، واخدين عنك فكره كويسه وسمعه كويسه. ولازم ما تغيرش زي ما قلت لك في اول الفيديو خالص، وقلت لك كمان لو انتم مركزين معايا، قلت لكم في اول الفيديو اوعوا 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 تغيروا تربيتكم عشان حد. وفي اخر الفيديو احب اقول لكم شكرا جدا لكل شخص بيدعمني، بيحط لايك وكومنت وبيعمل لي حاجات حلوه جدا، بفرح قوي وبشوفهم كلهم. واشوفكم في فيديو جديد.